السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. في فيديو جديد النهارده إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة بتعملها الباكج اسمها سكرين يوتل. معظمنا بيستخدمها في الريسبونسيف، بس أنا لقيت نفسي عشان أشرح المشكلة لازم نفهم الباكج شغالة إزاي. فالفيديو ده هيمشي كالآتي إن شاء الله. هنشرح أول حاجة الباكج شغالة إزاي، بعد كده إيه المشكلة اللي بتعملها، في الفيديو التاني بإذن الله إزاي نحل المشكلة دي، تمام، وبكذا طريقة يعني. انت مثلا بتبقى عندك برودكت كارد، تكتب البرودكت كارد كده بتديها ويدث هايت، وعندك مثلا الاسم بتاعها بتديه الفونت سايز 16 اس بي، تمام، ادينا زي الفل. بس هل انت عارف معنى الدبليو والاتش والاس بي؟ الحروف دي معناها ايه؟ وهنا قبل ما نعرف معنى الحروف، ايه فكره الباكج ديت؟ فكره الباكج ديت ان انت دلوقتي عايز الديزاين اللي بتعمله على السكرين الصغيره يبقى نفس نفسه على السكرين الكبيره، يبقى نفس نفسه على السكرين المتوسطه. طيب دي هتتعمل ازاي؟ قال لك والله بمبدأ رياضي بسيط جدا اسمه البروبيشنال سكيلينج. يعني ايه البروبيشنال سكيلينج؟ اول حاجه بروبيشنال يعني نسبي، سكيلينج يعني قياس، فعايز القياس النسبي، يعني ان انا باخد نسبه بقول والله بالنسبه للحاجه ديت المفروض يبقى يطلع كده. يعني فكرتها بكل بساطه، تعالى ايه نجيب الوايت بورد. فكرتها بكل بساطه، هات التكست عشان اهو. لو مثلا يعني انا عندي دلوقتي، طيب خلينا قبل ما نشرح المثال لازم نفهم برضه حاجه. ده الديزاين اللي انا باخده من اليو اي ديزاينر اللي شغال معايا في الشركه او اللي شغال معاك، بقول لك خد يا باشا الديزاين اهو، الابعاد بتاعته كعرض 375 وكطول 812. تقول له اوكي اوكي، واديك مثلا، وبيقول لك بناء على العرض ده انا عندي كونتينر، نفترض الكونتينر ده الويدث بتاعه العرض بتاعه 200 بيكسل او 200، تمام تمام. فده الشكل ده اسمه الديزاين بيكسل او الديزاين سكرين، الديزاين سكرين. وانت عندك بقى الفيزيكال سكرين، تمام. طيب ايه الفكره بقى بتاعت الباكج؟ فكره رياضيه بسيطه جدا جدا جدا، اللي هو مثلا انا دخلت له او انا شغال على الابعاد، ايه ده الويدث العرض، يعني شغال على العرض بتاع الديزاينر اللي هو مديهولي مثلا اللي هو 375، تمام تمام. وكتبت ان العرض بتاع الكارد 200 زي الفكره اهو، 300 200 العرض، والابعاد اللي احنا بنكتبها 375 اللي انت بتكتبها وانت بتعمل انيشاليزيشن للباكج دي. فين؟ خلينا اهو، خلينا نزوم كده. آه الابعاد دي اهو، ده عرض وده الطول. انا بقول 375 ليه؟ الارقام دي جايبها منين؟ ده الديزاين سايز، الديزاين سايز ده انا جايبه منين؟ من اليو اي ديزاينر، تمام. دي حاجه لازم اثبت حاجه عشان اعرف اجيب النسبه بالنسبه لحاجه، تمام. مثلا انا اقول لك انا واقف على بعد 20 متر، فانت اول سؤال هتقوله لي بعد 20 متر من ايه او بالنسبه لايه؟ دي نفس الفكره، فانا بثبت حاجه. طيب هنمشي المثال بتاعنا دلوقتي. انا العرض بتاع الديزاين 375، والكونتينر اللي عملته العرض بتاعه 200، وجيت على الايميوليتور ده اللي انا اهو عامل له رن، لا العرض بتاعه كام؟ طلع مثلا 430. طيب مفروض كده بقى الكونتينر ده العرض بتاعه هيبقى كام؟ مسألة بسيطة رياضيا يعني، اللي هو طرفين فصلتين والحاجات دي. هتجيب تعال نحسبهم مع بعض. هنضرب ال 200 في 430 ونقسمهم على ايه؟ 375. يعني هنقول 200 في 430 هيساوي الرقم ده. الرقم ده هنقسمه على 375 هيطلع لنا 229 اهو. يعني مفروض العرض بتاع الكونتينر هيطلع 229، يعني هنا هيطلع ايه؟ بدل ما هو 200 هيطلع 229. دي الفكره بتاعتها، بس كده، تمام تمام. نفس الفكره عندي مثلا انا مديله هنا الهايت بتاعه مثلا ب 100 هايت، والهايت هنا كان 812، تمام، اللي انا واخده منين؟ من الديزاينر. الهايت لقيته عندي كام؟ 900 مثلا و30، قول سي 930. المفروض يطلع كام الهايت بقى بتاع الكونتينر؟ هنحسبه برضه، بس هنحسبه المره دي بطريقه ثانيه. علم الرياضه اكيد انتوا فاهمين الكلام ده كله. لو هنحسبه بطريقه ثانيه ايه هي؟ هنقسم ال 930 ديت على ال 812، هنجيب معدل التغير، بعد كده ايه؟ نضربه في الرقم ده. هي نفسها اللي هو مثلا هقول 930. طب بس يعني في كلير انا عايز، ماشي، 930 مقسومه على 812 هيطلع لنا الرقم ده. ده معدل التغير، تمام. معدل التغير فين؟ في الطول.
هنضربه بقى في 100 بس طلع لنا كام؟ 114 اللي هي الكونتينر طوله بالنسبة للسكرينة اللي هي طولها 812 كان 100، وبالنسبة للسكرينة اللي طولها 930 طلع كام؟ 114. دي فكرة الباكج. بس انا كده بقى فكرة ان انا لما احط ايه جنب ال100 ديت دوت اتش، والله هو بيعمل الحسابات بتاعته بيطلع لي الارقام دي. تمام. طيب ناخده مثال عملي برضو كده عشان ايه الصورة برضو توضح. انا عندي هنا اهو ماتيريال اب وفيها الديزاين بتاعي 375 812، ده الديزاين اللي انا واخده من اليو اي اكس ديزاينر. بنزل هنا عندي الهوم. انا دلوقتي عندي مثلا، سيبك من التكست ستايل، دلوقتي عندي كونتينر مثلا الويدث مثلا، خلينا نشوف، او خلينا شغالين على الويدث. انا عايز اقول له دلوقتي عايز اجيب الويدث بتاع الجهاز بتاعي، يعني الايميوليتور ده يجيب الويدث بتاعه. والله وهنحسب لو انا اديته الويدث ب 100 هو يطلعه لي بكام. يعني هنكتب 200 اكنه ده كونتينر، مديله كعرض الويدث دبليو 200. تمام. فانا مش عايز الهايت دلوقتي ومش عايز ايه التكست سكيلر. يبقى انا دلوقتي هنقارن النتيجه باللي هتطلع ولا لا. انا دلوقتي هوقفها واحنا هنحسبها مع بعض. انا عايز دلوقتي اعرف السكرين ويدث بتاعتنا العرض بتاعها كام. هعمل رن كده للتطبيق تاني وهتك على البوتن وهنفتح هنا التيرمينال الديباج كونسول، هنعمل له كلير وهنخش فين اهو، هنعمل بريس مي. قال لك الويدث، طلع ده الويدث، هناخده كده زي ما هو كنترول الويدث. طيب تعالوا ناخده بقى في المعادله بتاعتها اهو. انا الويدث بتاعي كام؟ 375 اللي واخده من الديزاينر، وعملت الويدث هنا كام، وقلت له كام؟ انا عايز السايز بوكس يبقى كام؟ 200. هنخليه على 200. تمام، هخليه على 200 ودوت دبليو، المفروض دوت دبليو. دلوقتي لقيت ان الويدث بتاع الجهاز ده او الايميوليتور ده هو كام؟ الرقم اللي احنا لسه واخدينه اللي هو 400. ماشي، شكرا، هو اجتهد وصورها لي. ماشي الرقم ده. فانا بقى المفروض يطلع كام هنا؟ كل حسبه بسيطه هناخده نفتح الكالكوليشن بتاعتنا، هنقول والله يا اما نحسبها نقسم ده على ده ونضربه في ده، او نضرب ده في ده ونقسمه على ده. نفس الفكره يعني. خلينا ايه نمشي في طريقه الباكج اللي هي بتقول الرقم ده هنقسمه على 375، طلع لنا معدل التغير في العرض، هنضربه في ال 200 هيطلع كام؟ 219. يعني المفروض انا لما اقول له 219 اقول له هنا اطبع لي الرقم ده، اطبع لي القيمه دي اللي هي بتاعت ال 200 اهو، يعني ال 200 دبليو، المفروض تطلع زي نفس الرقم اللي احنا حسبناه اللي هو 219. تعالوا نشوف. يلا بينا تعمل كلير بريس اهو، فبالظبط طلع 219 اهو، نفس العمليه الحسابيه يعني، حتى نفس الارقام العشريه، فرق بس ارقام بسيطه يعني. تمام، بس اول 3 ارقام زي بعض، ده اهم حاجه. بس كده دي فكره الباكج. طيب لو عملنا الاي اس بي، هي نفس برضو فكره الاي اس بي بس بتعمل خطوتين زياده. ايه هي؟ تعالوا بقى نشوفوا ايه، نمشي مع نوشن. انا هسيب لكم اللينك ده برضو باذن الله عشان لو حد عايز يعمل بوست ولا حاجه، فيبقى اعملوا لي بقى ايه اللي هو ايه منشن والحاجات ديت، الصراحه بتفرح الواحد. اهو تعالوا نشوف بقى يعني ايه مع نوشن. اول حاجه انت هنا كاتب لك الديزاين ده، الدايمنشن اللي انت بتدخل ده من اليو اي ديزاينر. بعد كده بيبقى بتدخل الابعاد بتاعت الجهاز بتاعتك، مثلا الابعاد بتاعت الايميوليتور كعرض 430، لا هنا العرض بتاعنا ما طلعش 430. لما قلنا يا باكج هاتي لي العرض بتاع الجهاز بتاعي كانت طلعته لي 411. فنفس الفكره على حسب بقى كل جهاز بتختلف. بس فبنعمل بقى الفورمال سكيلينج ان انا بجيب معدل التغير اهو. عرفنا بنجيب معدل التغير ازاي، بنقسم ده على ده، يعني معدل التغير في العرض بنقسم العرض الاساسي بتاع الجهاز على العرض بتاع الديزاين. نفس الفكره في معدل التغير في الطول. والفونت سكيلينج بقى نفس الفكره، بس ايه انا بعمل هنا ميني. الميني ديت فانكشن في اللايبراري بتاعت المال، بتجيب القيمه الاقل ما بين القيمتين دول. يعني ايه القيمه الاقل من الاثنين دول؟ الواحد 47 ولا الواحد 48؟ لا هتقول الواحد 47 الاقل، وبتضربه فين؟ في ال 16. تمام. وهنعرف قدام ليه بتستخدم الميني، يعني ليه اشمعنى ليه بنجيب القيمه الاقل، ليه ما نجيبش القيمه الثانيه، ليه بنحتاج الفانكشن دي اساسا. تمام. وخدنا احنا كده الحمد لله، عرفنا مثال على الدبليو شغاله ازاي ومعنى الدبليو بتعمل ايه.
والاتش برضه. نمشي بقى مع الاس بي، ممكن ازوم كده سيكا عشان برضه ايه يبقى واضح معاكم. طيب الاس بي اكستنشن، انا مثلا لما اقول له التكست الفونت سايز ب 16، فانا بجيب معدل التغير في العرض ومعدل التغير في الطول، نفس الفكره ان انا بقسم العرض على العرض بتاع الديزاين. السكرين ده بقسم السكرين دهيت اللي هي ديت على الديزاين، وبعد يعني هو معدل التغير في الويدث ومعدل التغير في الهايت، وبجيب الاكشوال سايز اللي هو بقدر ال 16 الرقم اللي انا مدخله له في الميني، بجيب القيمه الاقل منه اللي هم مثلا 1.47 زي ما قلنا 1.48، ايه الاقل؟ ال 1.47، فانا بضرب ال 16 في ال 1.47 طلع لي والله 18.35. تمام تمام. والاس بي هنا بقول لك ان هي ايه بتاعت التكست، هي بتركز سبيشالي على التكست عشان ايه تخليه ايه ريسبونسيف معاك. ليه بقى بنستخدم الميني؟ هقول لك اعمل حاجه. احنا بنستخدم الميني دلوقتي، تخيل معايا سيناريو كالاتي. انت دلوقتي عندك عملت الديزاين بتاعك ده هو اللي هو الديزاينر مديهولك فين كعرض سكرينه، كنت شغال كعرض سكرينه 375، العرض 375 وطول 812. جيت ترن له بقى واحد له على ايباد، الايباد طلع العرض بتاعه كام يا عم الحاج؟ فين اهو، طالع العرض بتاعه 1024 وكطول 1300. جبنا معدل التغير في العرض لما قسمنا طلع 273، جبنا معدل التغير في الطول طلع 186، شفنا اقل قيمه منهم طلعت 168 اهو اللي هو معدل التغير في الطول. فجبنا ايه؟ حسبنا التكست سكيلينج، ضربنا ال 16، نفترض ان هي 16 يعني كنا حاطينها لو كنا كاتبين كده 16 اكس بي في القيمه الاقل. ليه بقى؟ يعني هات الاله الحاسبه كده ونشوف مع بعض. دلوقتي انا لو قلت والله 16 مضروبه مضروبه في القيمه اللي هي 237 معدل التغير في العرض بالنسبه للايباد 2 وفين 73 هتساوي كام؟ 43. الحجم هيبقى كبير، الفونت سايز كده هيبقى كبير خالص ويبقى كبير زياده عن اللزوم. بس لو احنا ضربنا ال 16 في القيمه الاقل اللي هي الميني، الفانكشن ديت بتوفر لنا الحته ديت، بتقارن انه اقل فيهم وتجيبها لي، بتعملها ريتيرن للفاليو ديت في الواحد 16 مضروبه في الواحد دوت 68 اهي القيمه ديت معدل التغير في الطول طلع كام؟ 26. ماشي كده مقبول، بدل ما كان طلع فوق 43 طلع 26، فكده فعليا مقبول. فاحنا كده عرفنا ليه بستخدم الميني او ليه الباكج دي بتستخدم الميني ميثود، عشان ايه؟ اجيب القيمه الاقل. طب انت افرض انت مش عايز كده، انت عايز تقف في الحته ديت، ممكن تعمل عادي ولا لا؟ انت بتعملها اساسا اهو في الانشاليزيشن فين اهي ميني تكست ادابت، انت بتعملها ترو، انت ممكن تعملها فولس وخلاص الحوار ده مش هيحصل. والتيست مع نفس برضه نفس الموضوع هنا، ممكن نتستها هنا. بس انتوا اكيد فهمتوا وجهه النظر، يعني فهمتوا الكونسيبت ماشي ازاي، نفسه. بس خليها ترو ونرجع نكمل. ماشي، احنا كده عرفنا المينيمم فانكشن وعرفنا. طيب نيجي بقى لحته الاكستنشن. ازاي انا لما بكتب هنا كده فين 200 دوت دبليو ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي انا باكسس كده؟ يعني ايه ده؟ واللي مش عارف ايه ده اكيد معظمكم عارفينه او كلكم تكونوا عارفينه. بس دي اكستنشن معموله على ايه؟ على النم. يعني اي رقم، سواء كان انت فلوت دبل اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام. فانا اهو في الاكستنشن انا بكتب الكود بتاعي كده، دارت بتشوفه كده سكرين ريت الاكستنشن، بديله الرقم دوت دبليو، ودي اكستنشن معموله على الانم اللي انا بقول له والله هات لي الجيتر يعني الدبليو this اللي هو الرقم اللي هو 200، سواء 200 اي رقم اللي هو this ده في سنجلتون انستنس من السكرين يوتل في السكيل ويتس ايه اللي هو العرض بتاع الجهاز الاساسي على العرض بتاع الديزاين. تمام. دي فكره ان انت ازاي بتكتب 200 او اي رقم دوت ودبليو او اس بي او ار، الحاجات دي بتظهر لك ازاي. دي اكستنشن، وعرفنا ان هي كباكج شغاله سنجلتون ديزاين باتر اللي هو عامل لك ايه انستنس. حتى ممكن تشوف الموضوع ده حتى لو خلينا في الباكج دي ذات نفسها فين اهو السكرين. خلينا كده نصغر ونقفلها فين
دوروا معايا يا جماعه. طيب في حاجه اظرف بكتير، احنا ممكن نخش في الدبليو وخلاص. ادي الاتش دي، ادي اكستنشن اهي الموجوده على الانام، كل دي الاكستنشن تقريبا. انا كده ده القسم بتاع الاكستنشن. مش عارف كنت جايبها والله. طب استنى نخش كده في مين. في المين، بس انا هجيبك على دي. اهو في السكيلتون الكلاس بتاعها اهو انستنس، نعمل سنجل ديزاين بس دي الفكره اهي. الحمد لله. تمام تمام. فخلاص كده عرفنا بقى الحمد لله، كده شرحنا الباكج وفكره الباكج، ونبص على الدوكيومنتيشن يا جماعه بتاعت الباكج سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه. بصه. وفي ناس انا بشوفها للاسف بوستات يعني على الفيس بيقول لك على الفيس ايه، على لينكد ان، بتقول لك بدل ما تكتب سايز بوكس هو نفس الفكره، بدل تكتب سايز بوكس الهايت دوت 20 اعمل اكستنشن عن انم واكتبها. طب ليه تعمل اساسا الباكج موفره لك حاجه زي كده؟ يعني انت ممكن تكتب 20 كده اساسا دوت فول ست فين اهو هورزنتال سبيس. نفس الفكره هورزنتال سبيس بتعمل لك ايه؟ الهورزنتال سبيس اللي هي سايز بوكس تديله نفس الفكره، ست هورزنتال سبيس اهو الواتس. نفس الفكره يعني. انا عرفت الكلام ده منين؟ انا اكيد ما دخلتش دورت في الباكج دي كلها، انا دخلت بكل بساطه فين؟ في الدوكيومنتيشن. نزلت كده في الدوكيومنتيشن بتاعتها قعدت بصوا الدوكيومنتيشن ما بتتجابش من هنا يعني، خلينا برضه انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، الدوكيومنتيشن بتتجاب من هنا، بس نفس الدوكيومنتيشن اللي حاطينها هنا هي هنا في باكج، لا تحط هنا حاجات بسيطه. تقول لك لو عايز تقرا الدوكيومنتيشن خش من هنا اللي هو الاي باي ريفرنس. تمام تمام. فين السكرولنج؟ عندي في حاجه على فكره اهو. فين احنا ممكن نزوم كده مع بعض عشان بتشوفوا برضو. دي الحاجات اللي ممكن تاكسسها، تجيب بالسكرين ويدث والحاجات دي كلها. بال فين انا اهي الهوريزونتال سبيس والهايت، هنا في هوريزونتال سبيس والفيرتيكال سبيس والحاجات دي كلها، بس هم تقريبا متلخبطين في الهوريزونتال سبيس عشان نخليها هاي. ما علينا. بس كده يعني دي الباكج. وبصينا بصه، والار حتى هنا كاتب لك الار معناها ايه. يعني انت لما تقول لك الار اللي هو دوت ار، ان هي بتجيب لك اقل قيمه فين في الويدث او الهاي، بتجيب لك القيمه الاقل بين الويدث والهاي. تمام، اكنك بتعمل الفونت، نفس الفكره بتاعت الفونت. طيب لحد دلوقتي فهمنا الباكج، عرفنا هي شغاله ازاي، شفنا الكونسيبت الرياضي بتاعها، الماثيماتيكال اوبريشن شغاله ازاي، حسبناها مع بعض والدنيا الحمد لله طالعه زي الفل. طيب حلو الكلام ده. ايه المشكله بقى يا عم الحاج؟ ايه المشكله اللي جايه تناقشها؟ اللي هي في البرفورمانس. تعالوا بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. نشوف اول حاجه لما انا بكتب وين رايت 16 اس بي تكست سايز 16 اس بي زي اللي انا كاتبه هنا في الكود عندي، نفس الفكره ده نفس السطر ده. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه في 8 ستيبس بتحصل كل مره. يعني هنا لو انا خدته هنا كده كوبي، تمام، ونزلت هنا حطيته بيست، هنا 8 خطوات بتحصل، وهنا برضو نفس الثمان خطوات بيحصلوا تاني. مفيش ده غباء وهنعرف دلوقتي عشان الجهاز غبي اساسا. اللي هو اول حاجه الباكج الانستنس، بعد كده بتجيب السنجلتون انستنس، بعد كده بتخش بتجيب الويدث بتاع الجهاز الاساسي بتاع الايميليتور ده. افترض ده الفيزيكال ديفايس، بتجيب الويدث وبتجيب الهاي، بعد كده بتجيب الديزاين اللي هو 375 في الديزاين هاي. تمام، اللي انا كاتبه اللي هو فين ده اهو. معلش انا باكد دايما على المعلومه عشان ده ايه لو فصلت في النص، ده اهو اللي انا مدخله اللي انا مثبته اللي انا واخده منين من اليو اي ديزاينر. تمام. بعد كده بتحسب نسبه التغير في الحل، بعد كده نسبه التغير في العرض، بعد كده نسبه التغير في الطول اللي هو المعامل بتاع التغير يعني. بعد كده بتجيب الاقل قيمه المينيمم، الماث استخدم تجيب اقل قيمه، الواحد 47 ولا 48 اللي اقل، لا ال 47 اقل. بعد كده بتحسب بقى معدل التغير اللي هو 16 دوت وبتضربه في معدل التغير اللي هو الاقل فيهم. بعد كده بتعمل كريت نيو ستايل اوبجكت. تمام. ليه كريت نيو ستايل اوبجكت؟
احنا عارفين ان الويدجت ذات نفسها ميوتابل، يعني غير قابله للتغيير. يعني انا ما ينفعش في الويدجت، هي فلاتر معموله كده، ما ينفعش اغير القيمه ديت بس، اللي هو اقول والله انا اغير القيمه ديت بس انا حسبتها ومفروض القطه اللي تتغير. لا، هي الويدجت ذات نفسها اميوتابل، يعني بتتشال وبتتعمل واحده جديده، بنعمل انستنس جديده منها. تمام تمام. طيب، 8 خطوات دول بيحصلوا في كل اوبريشن. كل اوبريشن انا بتكه دوت اس بي 8 ستيبس دول بيحصلوا. ايه المشكله؟ والله المشكله ديت من ناحيه ثلاث حاجات. اول حاجه في الضرب يعني، وفي الميموري الوكيشن. طيب، ابدا اول حاجه في الضرب. انا دلوقتي تخيل كده مثال بسيط، انا عندي سنجل برودكت فيه 6 ريسبونسيف فاليو. يعني هنا في المثال اللي احنا عاملينه فوق فين اهو، المثال ده احنا عاملين كام؟ 3 ريسبونسيف فاليو. تخيل بقى انت عملت هنا مثلا بوردر ريديوس واديته دوت ار، وعملت شويه بادنج وعملت اي حاجه، يعني المهم دول بقوا 6، يعني 6 حروف موجودين، دبليو اتش واس بي وار وشويه اتش الثانيه، 6. تمام تمام. نتخيل كده مع بعض اهي. ننزل تاني، افتح فين؟ انا تحت تقريبا، اهو انا هنا. تمام. فانا عندي كده 6، وعندي ليست فيو فيها 20 ايتم، 20 فيزبل ايتم. انا عملت ليست فيو فيها 20 فيزبل ايتم في السكرين بتاعت اليوزر. تمام تمام، لحد هنا كويس. وانا بعمل سكرولنج، ليست فيو يعني في سكرولنج، وانا بعمل سكرولنج. انتوا عارفين السكرولنج 60 فريم بير سكند. في اعلى من كده طبعا اللي هو ال 90 وال 120 وانت طالع، وفي اقل من كده بس دي اجهزه قليله جدا جدا جدا، اللي هي بتبقى السكرين بتاعتي ليجاسي، اللي هي 30 فريم بير سكند يعني. تمام تمام. فالكالكوليشن بير سكند او المفروض بير فريم، فريم يعني المفروض بالفريم، يعني العمليات الحسابيه اللي بتحصل. احنا خلينا متفقين ان العمليات الحسابيه دي بتحصل في كل فريم، يعني بتحصل 60 مره في الثانيه الواحده. عند الثانيه الواحده بتعرض لي 60 فريم. حلو. والعمليات الحسابيه دي بتحصل كل فريم، كل فريم. فدلوقتي على مدار ال 60 فريم او على يعني ال 60 على الثانيه، يعني هتحصل 60 مره. فوالله في الفريم الواحد هتضرب الستة ريسبونسيف فاليو في ال 20 فيزابل كارد او الايتمز اللي انا ظاهرها على الشاشه في الفريم الواحد، هتطلع لك 120. هتضرب ال 120 دول في ال 60 عشان تعمل ثانيه واحده، تطلع 7200 عمليه حسابيه في الثانيه الواحده. كل ده في ثانيه واحده. ياما ياما. معلش في ايه؟ في شويه فونت سايز، حاجات عبيطه. ما اتكلمش دلوقتي لا بلوك شغال، لا ستريم شغال، لا بلسن على حاجه، لا نوتيفيكيشن ستريم شغال، لا باك جراوند سيرفيس شغاله. ما اتكلمش على اي حاجه من الحاجات دي كلها، بتكلم في شويه ريسبونسيف فاليو. تمام تمام. طيب، في الميموري الوكيشن انت كل مره بتعمل 6 ساي فونت سايز اللي هو ال 16، كل شويه انستنس جديد بيحصل منه. ليه؟ لان اتفقنا الباكج او الويدجت في فلاتر اميوتابل، يعني غير قابل للتغيير. نفس الفكره في الكونتينر، انت بتعمل نيو اوبجكت او نيو انستنس من الويدجت ديت اللي هي كونتينر، وبتنادي الجاربج كوليكتور اللي هي جي سي، الجاربج كوليكتور اللي بينظف. هشرحها لكم قدام شويه بس بشكل بسيط كده، اللي هي شغاله تنظف. الجاربج كوليكتور على طول يروح ينظف، تروح تنظف ايه؟ الانستنس القديم دي. لان دلوقتي انا عندي 2 انستنس، القديم اهو، فاليوزر عمل سكرول، ففي البروسيسور عمل العمليات الحسابيه وطلع انستنس جديد. فالانستنس القديم دلوقتي انا بعلم عليه، لان يا عم الانستنس القديم انت خلاص احنا مش هنستخدمك، انا هنستخدم الانستنس الجديد. فالجاربج كوليكتور لقيت ده متعلم عليه، فهتروح تشيله منين؟ من الهيب. تمام تمام. فريل وورلد بيرفورمانس امباكت بقى، احنا عرفنا ان انت بتارجت 16 فريم في الثانيه الواحده. تمام، 16 فريم. انت عندك 60 فريم بير سكند، فانت الفريم المفروض يتبنى في 16 ملي سكند. تمام تمام. طيب انا عارف الكلام ده جاب منين، يعني انا حاسسكم ايه ممكن تتوهوا معايا. انا ممكن نفتح الانسبكتور هنا. مم. خليه يتحط هنا كده. مختلف عندي ايه المره دي؟ هو المفروض بتاع البرفورمانس فين؟ والله كل مره كنت بجيبه من هنا. ثواني. افتكرت. لا يا عم شكرا، مش عايزك انت. كنت الديف تول، البرفورمانس فين اهو. ايوه كده افتكرت. شكرا.
ده بتاع البرفورمانس. خلينا نحط هنا ويدجت تقفل ده بتاع البرفورمانس. هنا كاتب لك ايه 16 في ملي سكند. الفريم المفروض يتبنى عشان يبقى كويس وما حصلش مشكله 16 ملي سكند، ملي سكند عشان اعمل ايه ابني فريم واحد. تمام. دي الفريمات اهي دي كلها. هنا الفريم رقم 317 وهنا الفريم رقم 320 322 24 وانت طالع. كل دي الفريمات اللي بتحصل. تمام. فبيقول لك والله انا عندي كام 60 فريم اهو، واكتب لك هنا اهو، هو مش باين معاكم بس يا رب يبقى باين ال 60 فريم. فبقول لك القيمه المتوسطه للفريم عشان يتبنى 16 17 او 16 ملي ثانيه، نفس القيمه اللي هنا تقريبا. تمام. فانت عندك نفس الفكره 16 والله. بس انت لو عندك سكرين يوتل وانت مستخدمها ياما فهتاخد من 18 ل 20. هتلاقي الخط الاحمر ده زي ما هو هنا ضارب معاك جامد. تمام. ليه؟ لان انت عديت الحد المتوسط اللي هو ممكن يعمل لك مشكله. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، وده ممكن يعمل ايه اللي هو الجانك سكرولينج، اللي هو هتلاقي مثلا السكرولينج كده بيقطع مع اليوزر، يباد يوزر اكسبيرينس على الاخر. غير كده الحسابات، السي بي يو، الكالكوليشن دي كلها ال 7000 عمليه حسابيه دول على السي بي يو. اقول لك والله كسي بي يو الحاجات دي بلح بالنسبه له. ال 7000 دول 200 ولا يعملوا اي حاجه مع السي بي يو. بس المشكله مش هنا، المشكله السي بي يو بيحتاج باور عشان يشتغل. فانت لما تعمل حسابات ياما هو السي بي يو ما عندوش مشكله، اديني افريج زي ما انت عايز. انا كده بتيك من الباتري بتاعت الجهاز. فيجي اليوزر نوتيفيكيشن والله الجهاز ده بيسحب التطبيق ده بيسحب الباتري جامد. حطوا لي مثلا في الوضع مش عارف بتاع توفير الطاقه والحاجات ديت. اكيد بتظهر لك في تطبيقات كده بتحصل معاك. دي نفس الفكره. تالت مشكله مع الميموري اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. انا الحسابات دي كلها بتحصل فين؟ الحسابات دي كلها بتحصل فين؟ في الاستاك. السي بي يو بياخد مكان مؤقت في الاستاك. بعد طيب قبل ما اكمل الحته ديت، ليه بياخد الاستاك؟ طب ليه مش في الهيب؟ لو انت مش فاهم الحته ديت دي لا خش راجع بسرعه داتا ستراكشر، عشان دي بيزكس داتا ستراكشر اللي هي الستاتيك الوكيشن والدايناميك الوكيشن. دي عادي كلنا بننسى، بس دي مهم تبقى فاهمها عشان ده يطول شرحه والفيديو يعني ايه مش فوكسد في الحته دي. تمام. المهم الدنيا بتمشي ازاي؟ السي بي يو عايز يحسب الطول والعرض والحاجات دي كلها، حاجات احنا عارفين الحجم بتاعها، فتروح تتحسب في الاستاك مكان مؤقت كده نعمل الحسابات بتاعتها. انا خلصت السي بي يو عمل السايكل بتاعه القسمه والضرب والحاجات دي كلها. خلاص خد يا عم احنا عملنا الحسابات بتاعت الاي اس بي او الدبليو او الاتش وطلع القيمه مثلا ب 18 35. اعمل لي بقى في الهيب اعمل لي الوكيشن نيو انستنس، الانستنس الجديد اديله القيمه اللي هي 18 35. طب الانستنس القديم علمني على الانستنس القديم ان ده عايز يتشال، يروح نادي الجاربج كوليكتور. الجاربج كوليكتور تقول لك والله ايه ده في واحد ايتم عايز يتشال فانا اشيله. وكل لما اليوزر يعمل سكرول الجاربج كوليكتور شغال، الهيب شغال، النيو انستنس في ميموري فريجمنتيشن لود. كل ده عشان اعمل ايه؟ اس بي دبليو حاجه يعني بتكلم في حاجات عبيطه اللي هو فونت سايز الويدث 200 مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه بسيطه. لا بتكلم في ستريم، لا بتكلم في اي حاجه من الحاجات ديت. كل ده انا بتكلم فين؟ في ال ك ريسبونسيف يعني اهو. وهنا كاتب لك حتى موضحها لك يعني ان في الفريم رقم واحد حسب ال 16 دوت اس بي طلع 18 35. يروح برضه بنفس الغباء هيروح في الفريم الثاني هيعمل كده، يعني هيوصل 60 فريم كده ثانيه واحده بس، كده ثانيه واحده بس. وصل للفريم الثاني حسبها برضه. يا عم ده انت لسه حاسبها؟ لا انت عارفين الجهاز غبي، الكمبيوتر غبي. يروح للفريم الثالث هيحسبها برضه تطلع نفس القيمه. ويوصل للفريم مثلا 3600 برضه نفس القيمه. يا عم انت حسبتها مره ليه تحسبها تاني وتالت ورابع؟ بس فدي المشكله باذن الله اللي احنا ايه هنناقش حلها في الفيديو الجديد الفيديو التاني باذن الله، والموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. فالنولزيس باور احنا كده خلاص عرفنا الماثيماتيكال اوبريشن وفهمنا الاكستنشن وفهمنا ان الباكج قايم على سنجلتون ديزاين باترن، وعرفنا الكونسبت او الماثيماتيكال الكونسبت ورا الموضوع ده وان هي نسبه. وصراحه الكونسبت بسيط جدا بس ايه فعال. وعرفنا المشاكل اللي بتعملها الباكج ديت كبرفورمانس. وتقريبا كده خلص الفيديو. خلص الفيديو. ارجع لاول حاجه انا كنت معلم الحاجات ديت عشان ايه دايما بنسى. احنا اتكلمنا خلاص تمام وزي الفل والبروبلم. وباذن الله هسيب اللينك بتاع نوشن انا مظبطه لكم. لو حد هيعمل بوست يعمل لي منشن والحاجات ديت. صراحه الواحد بيفرح انا عامله يعني لوجه الله والله. فبس ان شاء الله حد ينتفع بالموضوع ده يعني.
ولو حد عنده اي سؤال فايه على طول ابعتوا لي. شفت طريقه احسن، عندك حاجه عايز تستفسر عنها ابعت لي على الواتس، ابعت لي على اكتب كومنت في لينكد ان يا باشا، انا معاك ان شاء الله باذن الله يعني. والثاء والزال ديت هنسيبها بعدين، ده كان موضوع حد كان ايه اداني كومنت عليه يعني. بس فان شاء الله كده ما كنتش نسيت حاجه باذن الله يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.